اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم إخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقيقة. وصلنا معكم إلى الحلقة الرابعة من حلقات الغضب. زوجتي سريعة الغضب، زوجي سريع الغضب، ابني يغضب، ابنتي تغضب، كيفية طرد الغضب من البيت. نقول: بواعث الغضب: لا يحدث الغضب عفوا واعتباطا، وإنما ينشأ عن أسباب وبواعث تجعل الإنسان مرهف الإحساس سريع التأثر. ولو تأملنا تلك البواعث وجدناها مجملة على الوجه التالي: 1. قد يكون منشأ الغضب انحرافا صحيا كاعتلال الصحة العامة أو ضعف الجهاز العصبي مما يسبب سرعة التهيج. 2. وقد يكون المنشأ نفسيا منبعثا عن الإجهاد العقلي أو المغالاة في الأنانية أو الشعور بالإهانة والاستنقاص ونحوها من الحالات النفسية التي سرعان ما تستفز الإنسان وتستثير غضبه. 3. وقد يكون المنشأ أخلاقيا كتعود الشراسة وسرعة التهيج مما يوجب رسوخ عادة الغضب في صاحبه. أضرار الغضب انتظرونا غدا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.